الفيديو وصلوا الى رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون، بارطاجيوه ماكسيمو حتى يوصل خوتي، لانه راح نتكلم فيه ما هو الفرق ما بين الجزائر القديمه والجزائر الجديده. والله يا سياده الرئيس، العصابات اللي راهي متواجده في مؤسساتكم، في مؤسسات الدوله، اصبحنا نحن الى الجزائر القديمه، اصبحنا نحن. والممارسات اللي راهي تمارس علينا كشباب اليوم والله رجعتنا غير نحن للجزائر القديمه ونحن للعصابات القديمه. علاش؟ لأنه الفرق ما بين الجزائر القديمة والجزائر الجديدة أنه كنا نعيش في الجزائر القديمة مع عصابات، ولكنها كانت هذيك العصابات تنهب من المال العام عمرها ولا أذات المواطن. اليوم رانا نعيش مع عصابات تنهب من المواطن مباشرة. إذا كنتم أنتم اليوم كحكومة وكدولة ومؤسسات غير قادرين على وضع حد لهذه العصابات، فكيف لنا نحن كمواطنين بسطاء أن نقف في وجه هذه العصابات؟ لذا رانا نطالبوكم اليوم بتحريك الدعوة العمومية والقانون ضد العصابات اللي متواجدة في مؤسساتكم، ووضع قوانين ردعية، لأنه جرائم النصب والاحتيال لو كان ندير مقارنة ما بين الجزائر القديمة والجزائر الجديدة، في الجزائر الجديدة راهي ضعف الأضعاف مضاعفة. نحكي لك على تجربتي المريرة ما بين الجزائر القديمة والجزائر الجديدة. أنا في الجزائر القديمة سيادة الرئيس كنت نطبق في المشروع اللي كتطبق فيه أنت حاليا، كنت نخدم في الصناعة، نستورد واش نستورد من الصين، نستورد هادو من الصين باش نخدم هذه. ها واش نخدم هذا واش نخدم سيادة الرئيس. كنا نروحوا للعصابات إلى مكاتب الشحن نمدوا لهم الدراهم. علاش سميتهم العصابات؟ كنا نمدوا لهم الدراهم، نروح نمدوا لهم الدراهم ويجيبوا لنا سلعتنا، يسلكوا في الأتعاب تاعهم ويجيبوا لنا سلعتنا. كيفاش كانوا يدخلوا الدراهم العصابات؟ كنت لما تلحقني السلعة هذه نشوف الباط نلقى ما فيش تكتاج، ما فيش تكتاج، نعرف بلي السلعة دخلت بطريقة سرية، يعني دخلت اونوار ما سلكوش عليها الغرامة نهائيا. ولكن كانت تلحقنا سلعتنا وتلحقنا بضاعتنا ولا واحد يضرنا. وكانوا يخدموا بطريقة واحدة أخرى، يرفدوا احنا نخلصوا السلعة بطريقة في السوق السوداء، وهما كما نقولوا يرفدوا السعر، يفيدوا في الصرف من البنوك. ولكن كانت الأمور تدور بطريقة عادية، يعني ولا إنسان يتضرر، يعني كان المواطن عايش عادي، كانت الأمور سائرة على ما يرام. لكن في الجزائر الجديدة يا سيادة الرئيس عندنا نروحوا نعطيهم دراهم في مكاتب الشحن باش يجيبوا لنا سلعة، يسكروكيونا ويهدونا بالعدالة وما يمشيوش قضاياتنا في العدالة. وعندي حتى تسجيلات صوتية على واش راني نتكلم فيه، مانيش نهضر هكذاك يا سيادة الرئيس، مانيش نهضر هكذاك. من 2019 هاو آخر سلعة جبتها أنا، من 2019 ما جبتش بضاعة أنا من الصين، من 2019 ما خدمتش، من 2019 وانا في المشاكل والمحاكم نعاني. في الجزائر القديمة يا سيادة الرئيس كانت العصابات تقطع أراضي الدولة إلى قطع وتبيعها للمواطنين، ولكن كان المواطن يروح يبني عادي وهما ينهبوا المال العام ولا أحد يتضرر. لكن اليوم في الجزائر الجديدة العصابات لا زالت تروح تقطع أراضي الدولة وتبيعها للمواطنين وتزورها لنا، ولما نلجؤوا معاهم للعداله نتمرمدوا ونعانيوا في العداله. وروح شوف القضايا تاعي في العداله، عانينا يا سياده الرئيس. سياده الرئيس انا نقول لك من هذا المنبر، اذا كنت انا اليوم مواطن واعي ونفهم باللي انه هذو مجرمين يعملون في مؤسسات الدوله او ينشطون في مؤسسات الدوله، فالمواطن اخر الذي لا يفقه في القانون هو يرى بان هذه ممارسات الدولة، يعني ينسبها لكم شخصيا. كل الممارسات اللي نتعرضوا لها اليوم كمواطنين هي تنسب لشخصكم اليوم. لهذا عليكم وضع حد سيادة الرئيس وتحريك الدعوة العمومية فورا، ووضع حد لهذا النصب والاحتيال، لأنه جرائم النصب والاحتيال يا سيادة الرئيس في الجزائر الجديدة راهي أكثر من الجزائر القديمة بضعف الأضعاف. وروح للمحاكم يعطوك إحصائيات. والله يا سيادة الرئيس رانا نعيش في الجزائر الجديدة في أمر عندنا نتمناو أنه ترجع العصابة القديمة. رانا عانينا سيادة الرئيس، وكل هذه الممارسات اللا قانونية والتعسفية والظلم والحقرة اللي نتعرضوا لها هي تنسب لكم، لأن المواطن ما يفرقش ما بين موظف والدولة. يعني يغلط معاه شرطي يقول لك الدولة، تغلط مع أي إنسان في العدالة يقول لك الدولة، يغلط معاه واحد في البلدية يقول لك الدولة. المواطن راهو ينسب كلش ليكم سيادة الرئيس. لهذا أنا حبيت نوجه لك هذا النداء ونقول لك يا سيادة الرئيس، عليكم بتصحيح الوضع مع المواطن، عليكم بتصحيح الوضع مع المواطن ووضع قوانين ردعية لكل من تسول نفسه
إلى لمس حقوق المواطن سيادة الرئيس.